مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان، عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل سر المشترك يشترك في القناة وتابع القناة ولايك للفيديو يوصلكم كل ما هو جديد. وهيا يا بقى نبدأ حلقتنا. حلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل بس مش لمباراة لقرعة دوري أبطال أوروبا الدور ال16. طبعا في قبل الفيديو ده نزل فيديو تحليل كامل وشامل لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي. طبعا خشوا اتفرجوا على الفيديو. هيا بنا نبدأ الحلقة. طبعا قرعة دور ال 16 قرعة قوية جدا لدوري الأبطال. فرق المركز الأول طبعا دي فرق التصنيف الأول أو المركز الأولى، ودي فرق التصنيف الثاني أو المركز الثاني. وهنعمل القرعة. طبعا قانون القرعة يعني ما ينفعش فريقين من نفس البلد يواجهوا بعض أو فريقين من نفس المجموعة يواجهوا بعض. هيا بنا نبدأ ونشوف المباراة الأولى. مركز ثاني. ممكن نسحب مثلا الكواني كلها في الأول وبعد كده نسحب الأوائل. المباراة الأولى نابولي الإيطالي. نابولي هيواجه مين؟ نابولي هل يرتطم بفريق قوي ولا يرتطم بفريق سهل؟ نابولي ممكن يرتطم مع اي حد طبعا، لان مفيش اي فريق من ايطاليا مركز اول ما عدا الريال لان كان معاه في المجموعه، بس ما يطلعش الريال والقرعه تبوظ من اولها. بروسيا دورتموند. بروسيا في مواجهه نابولي مباراه سهله نسبيا بين فريقين متوسطين الاداء، وهتكون مباراة قوية لأن فريق في مستوى بعض، ولكن ممكن الأفضلية شوية تكون لنابولي من حيث قوة العناصر عن دورتموند. المباراة التانية اندهوفن الهولندي هيواجه مين؟ اندهوفن ممكن أي حد ما عدا الأرسنال. البايرن المحظوظ، البايرن المحظوظ يواجه اندهوفن الهولندي. طبعا البايرن هيفرم اندهوفن، طبعا مش محتاجة كلام، في مباراة سهلة جدا على البايرن. مركز المباراة الثالثة مين طلع؟ لاتزيو الإيطالي هيواجه مين؟ ممكن أي حد ما عدا الأتليتيكو. أي حد ما عدا الأتليتيكو. برشلونة. لاتزيو أمام برشلونة، مباراة إلى حد ما نسبيا متوسطة لبرشلونة، ممكن يعدي منها بسهولة، مش هيواجه صعوبة طبعا. لو كان ارتبط بالإنتر أو بنابولي كانت ممكن، أو بباريس كانت مباراة تبقى قوية، لكن دي إلى حد ما مباراة سهلة. مين المباراة الرابعة؟ باريس هيرتطم بمين؟ باريس تخيل لو ارتطم بالبايرن، سيناريو آخر 3-4 سنين. سيناريو آخر 3-4 سنين باريس في مواجهة الأرسنال. باريس في مواجهة الأرسنال مباراة نارية 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 على الفريقين، ولكن ممكن الأفضلية لباريس من حيث الخبرة في دوري الأبطال، لكن حاليا من حيث العناصر ممكن للأرسنال كتجانس وكمنظومة، ولكن الله أعلم لحد ميعاد القرعة هيكون لو فعلا واجهوا بعض هل هيكون في حاجة اتغيرت. أكيد هيكون في حاجات كتير أوي اتغيرت، بس شايف ممكن أفضلية لباريس من حيث الخبرة، وممكن مع الشتاء يكون كمان إنريكي ظبط الفريق أكتر. مين؟ فين الانتر فريقنا العزيز؟ كوبنهاجن. كوبنهاجن 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 هيضرب في مين كوبنهاجن؟ اي حد طبعا خلاص هيضرب فيه لان البايرن طلع، فاي حد هيطلع هيكون امان. هل يضرب في الريال وتكون مباراه سهله؟ ولا يضرب في السيتي؟ والسيتي طبعا اكتر فريق محظوظ في العالم بيواجه فرق سهله. سوسيداد طبعا سوسيداد فريق طبعا هيكون مباراه سهله على سوسيداد طبعا في مواجهة كوبنهاجن، لأنه طبعا سوسيداد أفضل من كوبنهاجن من حيث كل حاجة طبعا، وممكن يتأهل بسهولة. شوف بعد كده بقى فين الإنتر، فوق فين الفرق القوية؟ بورتو. بورتو هل بورتو ياخدوا مين؟ بورتو أتوقع، أنا حاسس كده إن بورتو هياخدوا الريال. هل بورتو ياخدوا الريال فعلا؟ بورتو ياخدوا الريال؟ بورتو ياخدوا الريال ولا إيه؟ بورتو هياخدوا السيتيزن. السيتي يعني في مباراة إلى حد ما كويسة أمام بورتو. بورتو فريق كويس، ولكن السيتي يقدر يعدي بسهولة طبعا، مفيش فرق خالص او مقارنه بين فريقين. سيتي طبعا اقوى المنظومات حاليا، بقى سيتي ممكن كان يواجه مثلا صعوبه لو واجه فريق زي الانتر شويه، او لو واجه فريق زي ارسنال كده بقت سهله جدا. انتر فريقي العزيز، انتر هنلاعب مين؟ يا رب ما نلعبش بقى ايه فريق قوي، يا رب نبعد عن الريال، يا رب نبعد عن الريال، ريال قوي قوي.
الريال هيبقى مباراة مع الانتر، تبقى مباراة قوية بس ممكن الانتر يخرج، وعايزين الانتر تكون سكته سالكة شوية. اتلتيكو، اتلتيكو سيميوني. اتلتيكو حقيقي سيميوني فريق كويس، وسيميوني بيلعب كرة كويسة، ولكن لا نقدر نعديه، الانتر يقدر يعديه طبعا، لان بردك اتلتيكو مدريد بيدافع بقوة، والبايرن اتلتيكو بيدافع بقوة، مش بقوة البايرن في الهجوم، ولا بقوة سيتي في الهجوم، هو قوة دفاعية بس. هجومه ممكن، لا ممكن نقدر نمسكه طبعا، ان الانتر فريق قوي دفاعيا ويقدر يتغلب عليه هجوميا طبعا. اخيرا ارب لايبزيج هيواجه الريال. ارب لايبزيج هيواجه الريال. طبعا الريال في دوري الابطال الى حد ما بيكون مباراته مش صعبه قوي، طبعا لايبزيج امام الريال، طبعا الريال قوي جدا يقدر يعدي من لايبزيج بسهوله مفيش مشاكل كده. طبعا القرعه طبعا الثمان مواجهات هيكون نابولي في مواجهه بروسيا دورتموند. اقول لكم توقعاتي طبعا للمباريات اللي طبعا انا عملتها، واقول لكم مين اتوقع. نابولي امام دورتموند اتوقع تاهل نابولي. بايرن امام اندوفن طبعا بايرن. لاتزيو امام برشلونه اتوقع برشلونه. باريس امام ارسنال هقول طبعا، اتوقع يعني ممكن اقول باريس. كوبنهاجن سوسيداد. بورتو والسيتي اقول طبعا مفيش كلام. اتلتيكو الانتر ان شاء الله الانتر، والمباراه سهله ليفز جوريال ريال. يبقى كده الفرق اللي هتتاهل من التصنيف الثاني بنسبه كبيره نابولي وباريس والانتر، ثلاث فرق، وخمس فرق من المصدرين برشلونه، سوسيداد، سيتي، والريال والبايرن. طبعا مفيش طبعا وجه مقارنه، مباراه معظمها متوسطه الى حد ما. نابولي امام بروسيا مباراه متوسطه. البايرن امام اندوفين سهل، مباراه سهله جدا للبايرن. لاتزيو امام برشلونه مباراه متوسطه، ولكن برشلونه افضل من لاتزيو بكتير. باريس امام ارسنال مباراه تعتبر قويه جدا، تعتبر دي اقوى مباراه تقريبا في دور ال 16 لو طلعت باريس امام الارسنال. ولكن بردك باريس فريق كويس وارسنال فريق كويس، دي اللي ممكن تكون اقوى مباراه في دور ال 16 كلها، ولكن انا اتوقع باريس. كوبنهاجن امام سوسيداد، طبعا لو كوبنهاجن لعب سوسيداد المباراه سهله جدا يعدي بسهوله. بورتو امام سيتي طبعا هيعدي بمنتهى السهوله. انتر امام اتلتيكو، رغم اتلتيكو هيعاند مع الانتر، لكن الفريقين نفس القوه الدفاعيه. الانتر تفوق هجوميا طبعا مفيش كلام، فالانتر يقدر ان هو يفوز على اتلتيكو ممكن 1-0. هي المباراه دي تبقى عامله شبه المباراه الموسم اللي فات لما الانتر لعب بورتو وفاز عليه 1-0، برضه هتبقى نفس الفكره بالتقريب. لايبزيج امام الريال، طبعا الريال هيكتسح لايبزيج، ممكن يشيل 3-4 طبعا مفيش مقارنه. لايبزيج فريق كويس، فريق بيحاول، ولكن دفاعيا طبعا ضعيف جدا. كده طبعا نكون وصلنا لنهايه الحلقه. الحلقه طبعا حلقه قرعه دوري ابطال قرعه دوري ابطال اوروبا الدور ال 16. كده نكون ختمنا حلقتنا. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه، متابعه القناه، ولايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد، وانتظروا الفيديوهات القادمه، فيديو مباراه الاهلي وفلومينسي في كاس العالم للانديه، وايضا فيديو الجوله الرابعه في الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا. شكرا على المشاهده، وما تنسوش تروحوا تشوفوا فيديو مباراه ليفربول ويونايتد اللي كنت بحلها تحليل قوي جدا. شكرا على المشاهده وباي.